في حاجة مهمة عن تحقيق الأهداف حاسة إن إحنا محتاجين كلنا نعرفها، فبما إنها جات لي كإدراك كده فحبيت أشاركها معاكم لو حد لسه ما يعرفهاش يعني. طبعًا إحنا كلنا عندنا أهداف، أو لو ظهر لك الفيديو ده في الغالب أنت مهتم إن يبقى عندك أهداف تطوّر من نفسك، تخلّي حياتك أحسن، تزوّد من جودة حياتك. دي كلها حاجات يعني تُشكر عليها، شكرًا إن أنت إنسان بيحاول يعمل كده. وإن أنت قررت تبقى بتزوّد عدد الكويسين، وممكن ييجي منّك أجيال كويسة وكده، ممكن حد يشوفك فيحس يا للهول أنا عاوزة أكون زيه، فتزوّد في انتشار الخير في العالم يعني. أو حتى لو ما زوّدتش حاجة يكفي إن أنت بتحاول تكون أحسن، أحسن ما تكون أنت السيء اللي إحنا هنقابله في حياتنا. فبما إننا الأشخاص دي اللي إحنا بنحاول دايمًا يبقى عندنا أهداف وكده، عقلنا دايمًا متحمّس للمزيد، فعندنا كده شعور في الحياة للحاجات المبهرة. إحنا بنبقى عاوزين كل حاجة مبهرة وشكلها مثالي وأحسن حاجة، رغم إن إحنا كويسين وحابين إن إحنا نوصل، في كتير مننا ما بيوصلش لإنه مستني الحاجة البراقة اللي تخلّيه يحس كويس، بس الحقيقة ما فيش حاجة براقة هتوصّلك. ممكن تكون البراقة حتى لو لفترة، يعني حتى الحاجة البراقة مش هتفضل براقة طول الوقت، هييجي وقت عليها تنطفي وتزهق منها. بس الحقيقة إن النجاح في الحياة، وإن الوصول للنجاح أصلًا في الحياة بييجي من الحاجات المملة واللي ما فيهاش بريق، والكليشيهات البسيطة اللي إحنا كلنا عارفينها، واللي اتقالت كتير، ومن كتر ما اتقالت أصلًا ما بقيناش نسمعها ولا نهتم بيها، لإن هي بقت كليشيه بالنسبة لنا. هي كليشيهات لسبب، يعني ليه كل الناس بتقول إن ده الطريق؟ لإن هو ده الطريق، بسيطة. فمعظم الأهداف والحاجات في الحياة اللي إحنا عاوزين نوصل لها بتكون طريقها بسيط، وبسيط لا يساوي سهل. آآ حتّة مهمة، مش عشان أنا قُلت الطريق بسيط يبقى هو هيكون سهل علينا، لأ بالعكس، إن هو أصلًا خالي من الطعم كده في الطريق، مليان بالتكرار بالملل. لو عاوزين نبقى نخسر بعض الوزن الزائد الضار ونحتفظ النافع فقط، محتاجين إن إحنا ناكل أكل نضيف ونعمل رياضة. يعني مين ما يعرفش إن أنا لو محتاج أخس محتاج آكل أكل نضيف وأعمل رياضة، حتى لو بسيطة. بس هي الفعل المكرر الممل ده، البسيط اللي هو لا يساوي سهل، هو اللي هيوصّلك. ماشي، أنا عارفة إن في عمق لكل حاجة، وإن مثلًا ممكن أعمل رياضة وآكل أكل نضيف، وآكل أكل نضيف، ما مش باحرم نفسي، ما هو الحرمان ده فجسمك بيدخل في حالة الجوع فيحتفظ بالدهون فالحرق يقل، دي حاجة تانية. أنا قصدي إن آكل أكل نضيف ونعمل رياضة، وهي واضحة. ففي عمق أكيد لكل حاجة بنعملها، ولكن لو أنت بدأت أصلًا بالحاجات الكليشيهات دي هتوصل في مرحلة ما، والعمق ده هيكون الحاجات اللي على السطح، اللي هي الحاجات الإضافية اللي ممكن نضيفها في الطريق، ما فيش مشكلة، بس الأساسي هو المتعارف عليه. هل بقى أنت عندك طولة البال والتحفيز المستمر إن أنت تقدر تعمل ده وما تيأسش حتى لو ما لقيتش نتيجة؟ هو ده الفارق، هو ده اللي هيفرق أنت وصلت والّا لأ. هل أنت قادر تشوف المتعة في الحاجات المكررة المملة؟ هل قادر تدّيها طعم مختلف، أنت تصنع الطعم ده وتحاول تستشعره وتدّي لنفسك مساحة إن أنت تشوفه؟ ده برضه بيفرق. يعني ماشي، أنا ممكن آكل أكل نضيف، بس هاكل نفس الخيارة والبيضة المسلوقة وبتاع كل يوم، والّا ممكن أحاول أنا أصنع للحياة والحاجات المكررة البسيطة دي طعم مختلف. لمّا آجي أعمل رياضة هاعملها كل يوم بنفس الشكل، هاعمل رياضة أنا ما باحبهاش، والّا هاحاول أدّيها معنى خاص بيّا أنا ومتعة خاصة بيّا أنا، إن أنا أعمل الرياضة اللي باحبها. مثلًا بدل ما أروح الgym وأنا ما باحبش مثلًا الرياضات الفردية وإن أنا أفضل أعمل كده طول الوقت لوحدي هناك، ممكن أشترك ألعب تنس والّا أجرّب سباحة والّا أي حاجة ممكن توصّلك. في يوم مش قادر، مش هاحاول أدوّر بقى على الحاجة الواو التانية، لأ، مش هادوّر على الحاجة الواو التانية، وهاكمّل في الحاجة اللي لسه ما شُفتش منها النتيجة المملة. في كتير من مجهودنا ضايع على التدوير على حاجات بتلمع وبتدّينا مشاعر مختلفة،
معظم مجهودنا ضايع على التخطيط، لإن حتّة إن أنا أمسك الورقة والقلم والنوت بتاعتي وأقعد بقى أخطط وهنعمل كذا، دي مسلية جدًا، بس هل أنا مستعدة بقى أسهّلها وأمشي في الطريق؟ يعني ممكن أصلًا أنا باصعّبها على نَفْسي بالخطط المُبالغ فيها عشان الحاجة البسيطة الكليشيه أنا مش قادرة عليها، يعني لأ، أنا مش قادرة أفكّر إن أنا لازم أعمل كده. مثلًا هل أنت مستعد تتدرّج في الحياة، هل مستعد إن أنت تبدأها واحدة، واحدة مش هتطير اللي هي الحاجة الخرافية اللي بتحصل في السوشيال ميديا، لإن طبعًا عصر السرعة، كل حاجة سريعة حواليك، بتشوف نتايج شهور في لحظات، في ثواني، فطبيعي إن أنت تبقى عاوز نفس الجرعة، بس هل تقدر بقى تاخد نفسك من التشتت ده ومن الصورة غير الواقعية دي، وتقعد معانا في الواقع وتعمل الحاجات المكررة البسيطة الكليشيه اللي الالتزام بيها ممكن يكون صعب، بس إحنا يعني مش عاوزة أقول صعب عشان ما نقولش قناعة سلبية، بس هيحتاج تحدي، هيحتاج إرادة، هيحتاج تخلّي عن حاجات قديمة و وبناء حاجات جديدة. هل إحنا مستعدين لده؟ لمّا بدأنا من الأساس بيبدأ ييجي لنا العمق بقى، يعني ماشي أنا دلوقتي بدأت أشتغل ممكن مع الوقت ييجي لي فلوس، الفلوس دي بنتعامل معاها إزاي؟ الأول هنحوّش جزء منها، هنستثمر جزء منها، طب الاستثمار ده بيبقى إزاي؟ مش هاحاول بقى أستثمر في الحاجة اللي هناك، هابدأ هنا، ده في مثلًا مش عارفة صناديق إيه ممكن أحط فيها الفلوس، ممكن أفضل أحوّش لحد ما أجيب دهب أو أعمل جمعية بحيث إن أنا آخد الفلوس بقيمتها دلوقتي وأحطها كده يعني بنحاول ومع الوقت نبدأ نتعمق بقى. قُل لي بقى إيه المشاعر اللي بسبب الفقر؟ هل في أول تجربة ليك مع المال هل كان فيها احتياج؟ هل مش عارفة إيه؟ طيب الدوائر اللي أنت بتمشي فيها هنبدأ نتعمق بقى في الأفكار والمشاعر مع الوقت، بس على الأقل نبدأ في الحاجة الواقعية، ما نفضلش دايمًا طايرين في السما، ومحتاجين حد ينزّلنا ونمشي الطريق واحدة، واحدة وببطء وبملل ونتصالح مع ذلك إن إحنا ما نزهقش. نفضل مكمّلين حتى لو مش بنلاقي نتايج وما نحصلش على المشاعر الواو اللحظية دي، لأ نكمّل كده، كده، ومع الوقت النتايج بتحصل، يعني الحاجات الكليشيه طلعت كليشيه لسبب، طلع فعلًا جودة حياتك بتزيد لمّا بتنام 8 ساعات، لو بتحاول على قد ما تقدر، لإن أكيد في ناس عندها الظروف بتاعتها ما بتسمحلهاش إن هُم ينظموا حياتهم أوي، بس بتحاول على قد ما تقدر تضيف أي حاجة حتى لو حاجة واحدة لحياتك. فعلًا جودة الحياة بتزيد لو نمت ال8 ساعات بالليل، لو صحيت الفجر، لو قربت من ربنا، لو صليت بجد، مش عبادات ظاهرية بس، لأ أنت فعلًا لو قدرت تقرا قرآن وتطلع منه بأي درس تحاول تطبّقه، فعلًا لمّا بتاكل أكل كويس وبتبعد عن السكر والنشويات والعيش باحاول أقلّلهم، فعلًا لمّا باشرب مَيّة كتير، لمّا باشرب مَيّة من الصبح، لمّا باخد فيتامين D بتاعي، لمّا باخد مغنيسيوم قبل النوم، لمّا باسمع جسمي واحس إن أنا محتاجة أرتاح فارتاح فعلًا، لمّا أخرج وأشوف الدنيا وما افضلش قاعدة في أوضتي، لمّا أحاول أحِب وأحاول أتسامح مع البشر، لمّا أحاول أشوف الكويس في الوِحِش، الحاجات الكليشيه دي كلّها طلعت كليشيه لسبب، يعني في الغالب بدل ما نبقى حاسين بشعور سيء في اللحظة، دايمًا في حاجة تتعمل في اللحظة، بدل ما أنت طاقتك ضايعة في الشعور السيء، ممكن تبدأ تعمل أي حاجة. لو بدأت أقصّر باللي عندك مش هتلاقي وقت تتضايق، لمّا كنت في فترة كنت متضايقة فيها، فقعدت مع نفسي قُلت طَب إيه اللي ممكن أعمله دلوقتي يخلّيني أحسن؟ كتبت لِستة أنا أصلًا لمّا بصيت على اللِستة دي، أنا لو عملت الحاجات المكتوبة دي مش هيبقى عندي وقت أتضايق أصلًا، هاجيب وقت أتضايق منين؟ ده أنا هابقى مشغولة باتعلّم تصفيفات الشعر الجديدة مثلًا، ما فيش حبّة سحرية، ما فيش حاجة تغيّر لك حياتك كده في على فكرة، بس مش العادي يعني، أو ممكن تطلب من ربنا، يعني اطلب من ربنا المعجزات يعني عادي، ممكن تطلب الحبّات السحرية دي، وتطلب برضه يبقى عندك سعي إن أنت توصل لها، وتبقى تحت رحمة ربنا وأنت بتوصل، عشان مش عاوزين نوصل وإحنا متبهدلين.
فعادي دي موجودة، بس ما نعتمدش عليها، ما نعتمدش على جرعات الدوبامين المجنونة دي. إحنا المفروض نكون مستمرين مهمًا كان، نحافظ على هدوءنا وتركيزنا وسط المشتتات. ما تقارنش، ما تقولش ده عمل سوى وده وصل بسرعة، مش شايف. ده قال وده قال لي أنت مش هتقدر وانتقدني، مش شايف. ده ما فيش نتيجة وعملت مش عارفة إيه ورُحت اشتغلت، حاولت أشتغل وأعطوني 200 جنيه، مش شايف. يومًا ما اللي وصل ده مش هيبقى فارق لي لإن إحنا الاتنين وصلنا، لإن هو لمّا وصل ما خدش من وصولي شيء. اللي قال انتقدني ده هيقول أنت وصلت إزاي؟ يعني لمّا نوصل بإذن الله. وده كلام أنا أدركته بعد الكثير من ملاحقة المشاعر اللحظية الجميلة جدًا، عشان هي حاجة حلوة أكيد بنلاحقها عشان حاجة يعني إحنا بنجري ليه؟ لسبب، بس إحنا بناخد خطوة لورا ونقول لأ دي حاجة شكلها مش صحية ودي دي دايرة كده عمّالة مخلية طولة بالي قليلة ومخلية جلدي رفيع ومخلياني باتأثر بسهولة، إذًا حان الوقت إن يبقى عندي قوة تحمل وصبر أكتر عشان أستحق. يعني إحنا نعمل كل ده عشان أولًا نستحق إن إحنا نوصل، ثانيًا الخير يستحق إن هو ينتشر ويزيد ويبقى قوي زي الشر وأكتر، وأصلًا الخير الواحد بقد 100 شر، الشر مش هينتصر علينا. حاسة إن أنا بالغت يعني نستحق إن إحنا نبقى كويسين ونعيش جودة حياة كويسة، واللي حوالينا يبقوا كويسين ويبقى جودة حياتهم كويسة، ونفتح الطريق لحد مثلًا ممكن أنت لمّا تبقى قوي حد ما كان حاسس إن هو مش قادر هو اللي يقدر. نستحق إن إحنا ننشر بعض الخير في العالم ده، علشان نشوفه أكتر حوالينا. كل ما كل واحد عنده خير جواه بيلتزم فعلًا وحاسس إن هو قوي فعلًا إن هو يوصل له، كل ما الخير هيزيد وهنشوفه أكتر في الحياة، بدل ما الأشرار والمش كويسين مصممين ومش هاممهم حد وماشيين في الحياة فكتروا، فبقينا بنشوفهم كتير. عاوزين بقى بدل ما نقعد نتذمر ونقول هُم كتار ليه كده، إحنا نزوّد أعداد الكويسين أو نحاول على قد ما نقدر، حتى لو في يوم إحنا مش دايمًا هنفضل كويسين ومش كل حاجة فينا كويسة، بس بنحاول. فأرجوكِ وأرجوك كون سبب إن إحنا نشوف ناس كويسة، نشوف حياة كويسة، نأمل لحاجات كويسة، فما تزهقوش وما تلاحقوش الحاجات اللحظية. أوكي انفعلت، علشان ما نعيشش دور الضحية ونقول هُم ليه مش كويسين كتار، ما لكش دعوة، هُم كتار عشان استمروا وبينشروا شرهم. يعني وده من الشجاعة إن أنت لو حد شرير حاول ياخدك معاه في الضلمة بتاعته تفضل في النور، افضل في النور، ده برضه شجاعة نشكرك عليها، إن الشخص السيء ما يخليكش سيء ومثير للشفقة زيه. أرجوك ما تكونش مثير للشفقة ومليان أمراض زيه. يعني من النجاح حتى لو أنت مش قادر تكون أحسن من النجاح إن أنت تفضل كويس بالشوية اللي عندك، وإن ما حدش ينشر سمومه فيك. فحتى لو مش قادر تنشر الخير دلوقتي كون أنت زي ما أنت، حافظ على نفسك واحمي نفسك، ويومًا ما لما تبقى قوي هتبدأ تنشر أنت الخير. ما نعيشش دور الضحية ونقول هُم كتار ليه، خلينا إحنا كتار زيهم، على أمل إن إحنا نكون كويسين، لإن طبعًا الإنسان بيختلف خلال الوقت وكويس شوية بيبقى كويس وشوية بيبقى شرير. في حاجات أصلًا فيه كويسة دلوقتي وشريرة دلوقتي. أك يعني أعتقد كلام معروف، بس إحنا بنحاول على قد ما نقدر يعني. من الذكاء مش من الذكاء بقى، لإن الذكاء لوحده مش كافي، من الحكمة إن أنت تصبر وما ترميش الحاجة أول ما تجيبش نتيجة، وإن أنت تمشي خلال الملل، وإن أنت ت just do it كده يعني. ما تنسوش طبعًا تستعينوا بربنا، ربنا معاكم وهيكرمكم بإذن الله، وهيوصّلكم بتوفيقه هو وبوقته هو برحمته هو، عشان برضه عايزين نبقى واحنا ماشيين كده أو بنحاول نكون كويسين ما تكونش الدنيا صعبة علينا، فبنطلب من ربنا الرحمة واللطف.